اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. والنهارده عندنا حلقه جديده بعد الرجوع من الغيب الطويل اللي فات ده. طبعا كانت مشاكل كتير، امتحانات وحاجات زي كده، لكن دلوقتي رجعنا لكم النهارده حلقه جديده هنتكلم عن ازاي تكون بروجرامر اسرع بكتير على في اس كود. بشكل اخر احنا هنتعلم شورت كاتس او حاجات تساعدنا جدا في في اس كود. دلوقتي بنصور حلقات داتا ستراكشرز والجوريثمز في قناه الباشمهندس فادي. انا وهو عاملين كولاب مع بعض، قاعدين بنسجل فيديوز، فروحوا هناك اتفرجوا عليها، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن. فيلا بينا نبدا على طول. اول حاجه احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الفيديو الاول، برضو احب اخليكم تبصوا على الفيديو الاول، هتلاقوه طالع فوق على اليمين او على الشمال، ان احنا نعمل سواب للتو لاينز، بس ما كانتش واضحه قوي في اخر الفيديو، فهنقولها تاني دلوقتي انا واقف عند اللاين 17 مثلا اهو. او اول تريك كمان ان احنا ممكن نحط حاجه حمراء كده، او نحط نقطه حمراء على شمال اللاين، علشان لو مثلا طلعنا فوق وعايزين نرجع له تاني نعرف نرجع له، بنيجي جنبه وندوس كده. دي حاجه ما كنتش مجهز لها بس يعني ظهرت دلوقتي. الحاجه بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها دلوقتي، احنا عند لاين 17 تمام، عايزين نسواب التو لاينز دول، او عايزين نخلي اللاين ده مكانه ينزل تحت. فالطريقه بقى هتيجي هنا تعمل كنترول اكس تنزل، خد وقت كبير قوي وهتضطر تظبط حتى الاندنتيشن بتاعه من هنا، لكن بكل بساطه انت ممكن تدوس الت وتحرك بالاسهم سهم فوق سهم فوق سهم فوق، هتلاقيه بيتحرك بكل سهوله، بكل بساطه هتلاقيه بيتحرك بالشكل ده. فدي حركه جميله جدا. حاجه تانية هنتكلم عليها، ودي تاني حاجه نشيل بقى دلوقتي اللون من هنا خلاص. دلوقتي مثلا ليتس سي ان انا عايز اشيل مثلا اللاين ده واللاين ده، مش عايز اللاين في النص يتشال، فانا ممكن اعمل ده اسلكت واشيل واسلكت واشيل، لكن في طريقه اسهل. انا ممكن ادوس على الت واجي هنا على المكان اللي انا عايز ادوس عليه تاني، ادوس برضو دوس ثانيه، هيعلم على التو لاينز دول. ودلوقتي اقدر ادوس زي ما قلنا بشيفت وهوم في الاول خالص بيعلم عليهم، فتح باك سبيس شلناهم، وندوس كمان باك سبيس، الدنيا تمام وشلناهم بسهوله جدا. طبعا الفيديو الاول مهم جدا، فانصحكم ترجعوا تشوفوه، اتكلمنا بالتفصيل عن حاجات الهوم والاند وكل الكلام ده، واتكلمنا ازاي برضو تكتبوا اكتر من لاين اللي هو بالطريقه دي وهكذا يعني تمام. بس ده كان اول جزء. الجزء المهم جدا بقى نتكلم عليه جزء السيرش. ليتس سي مثلا دلوقتي ان انا عندي كلمه نود دي، حلو، انا عايز ادور عليها. مبدئيا هدوس كنترول اف، مثلا هكتب كلمه نود هتلاقيه بيطلعها لي، بعدها هدوس انتر هيفضل يوديني على كل واحده فيهم، وبرضه هتبان على اليمين هنا متعلم فين اللاينز اللي موجوده فيهم. طيب ليتس سي ان انا مش عايز كلمه نود، انا عايز كلمه او دي بس، تمام، فانا هكتب او دي، حلو، او دي هيطلعها لي في كلمه نود كل مره. لكن افرض مثلا ان انا عايز ايه، جيت هنا مثلا كتبت او دي مثلا، طبعا دلوقتي او دي مالهاش لازمه، بس مثلا زي انا كتبت او دي وعايز ان انا ادور على كلمه او دي بس، الكلمه كلها تبقى او دي، مش محتاج مثلا يجيب لي الاو دي اللي موجوده في كلمه نود. فاجي هنا اختار الخيار ده اللي هو ماتش هول وورد، هيلاقوا لي طلع لي ماتشنج واحد بس اللي هو كلمه او دي اللي احنا لسه كاتبينها دلوقتي، مع ان او دي موجوده في نود، لكن هو يطلعها لي في الاو دي بس، علشان احنا قلنا ان هو يختار ان الكلمه كلها لازم تكون بتماتش. جميل جميل. تعالى نمسك دلوقتي او دي، نرجع تاني. عندنا برضه اوبشنز ثانيه حلوه جدا. فليتس سي مثلا حبيت اعمل استراكت جديد اسميه نود بس بان كابيتال او كله كابيتال، ليتس سي كده مثلا نود، حلو. نيجي هنا نبحث عن كلمه نود، نقفل الخيار ده ونبحث عن كلمه نود، شوف هيطلع لنا ايه. بالخيار الطبيعي هيطلع لنا كل كلمات النود موجوده، لكن افرض مثلا عايز ادور على كلمات النود السمول بس، اللي مكتوبه بسمول بس، هندوس على ماتش كيس. ماتش كيس هيشيل لي كلمات النود المكتوبه بالكابيتال، يعني in other words ماتش كيس ده لو حاجه مكتوبه بالكابيتال او بالسمول بيفرق بينهم، يعني ان كابيتال مختلفه بالنسبه له عن ان سمول. لو الخيار ده مش متفعل بالنسبه لهم الاثنين حاجه واحده. دلوقتي بقى ان انا عايز اغير كلمه نود دي، انا طبعا زي ما انتم شايفين الكود عندي كله كلمه نود، يعني حتى برضو باين فوق على اليمين كله كلمه نود. فانا عايز اخلي مثلا الاسم الاستراكت بتاعي اسميه ابراهيم مثلا، اي حاجه اسمي، تمام. هل هفضل اغيره في الباقي؟ طبعا مستحيل، الموضوع متعب ومرهق جدا جدا جدا. فبكل بساطه ممكن اعمل ايه، اجي هنا ادور على كلمه نود ابحث عنها وافتح السهم ده اكتب ريبليس بابراهيم، تمام. لو انا عايز ابدلهم كلهم في طريقه سريعه، ان انا اجي هنا ادوس هنا والريبليس اول، بقى كلهم زي ما انتم شايفين اسمهم ابرام. في خيار تاني ان انا افضل اريبليس واحده باي واحده او 1 باي 1، فبدوس هنا ريبليس بيقعد يريبليس كل واحده، لكن ريبليس اول بيعمل لهم ريبليس كلهم مره واحده.
فالموضوع ده ليه تطبيقات كتير جدا في الحياه اصلا، وانت ممكن تستخدمه لو انت مثلا شخص بتتعامل كتير مع الداتا او كده. فانت محتاج تستخدمه كتير جدا عشان مثلا انت عايز مثلا تعمل ريكتيفاينج للداتا بتاعتك، تنضفها شويه. ففي طريقه طبعا انك تعمل الجوريثم ينضفها، لكن في طرق تانية اسهل بكتير. اللي هو مثلا لو انت مثلا محتاج تشيل بس سبيسز، مش لازم تعمل الجوريثم، انت ممكن بس ممكن ممكن بفي اس كود بس، بخاصيه السيرش الجميله اللي عندنا دي. بس كده، دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، فاتمنى تكون انها عوده قويه، وان شاء الله مستمرين في الحلقات. شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسوش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، واشكركم على الدعم المستمر. شكرا جدا على 2000 مشترك، شكرا للمشاهده، مع السلامه.